ازيكم عاملين ايه؟ معاكم امير خليفة، والنهاردة هنشرح الفرق ما بين ال IFR وال VFR في الطيران. اول حاجة لازم نفهم ايه هو ال IFR وال VFR. دول بكل بساطة قوانين في الرحلة. يعني دلوقتي احنا لو طايرين IFR معناها اصلا بالانجليزي Instrument Flight Rules. معناها ان احنا دلوقتي طايرين، بس منفعش نبص بره خالص، منفعش نبص بره الطيارة. يعني انا دلوقتي كطيار منفعش ابص بره الطيارة خالص، لازم عيني تفضل جوه الانسترومنتس. عشان كده اتسمت انسترومنت فلايت رولز. لازم عيني تفضل جوه الشاشات عندي في الكوكبيت. ليه؟ عشان بره اصلا مش هشوف حاجة، مش هشوف حاجة بره. ليه؟ عشان مثلا بنستخدمها لو عندنا جو وحش زي ضباب وحاجات كده في السماء. فعشان كده بيكون ما نقدرش نبص بره، فممنوع يعني قانونيا ممنوع الطيار يطير وهو باصص بره، عشان مش هيعرف، عشان مش هيشوف حاجه. فعشان كده بنستخدم الاي اف ار واحنا طايرين. هي دي قانون ان بيقول لك انت لازم تبص جوه الطياره، تبص على الانسترومنتس بتاعتك اللي هي البرايمري فلايت ديسبلاي، وتعتمد بس على الشاشات بتاعتك. يعني ممنوع تعتمد على اي حاجه بره زي ما قلنا. وبالنسبه للفي اف ار ده العكس بقى. الفي اف ار ده انت تقدر تطير وانت باصص بره. هو برضو ممكن تبص جوه عادي، ممكن تبص على الشاشات، والمفروض انت برضو بتبص على الشاشه من جوه وبره. بس طبعا الاريح بكتير جدا للطيارين ان الفي اف ار، عشان انت بتكون ممكن تبص بره وجوه في نفس الوقت. ده بالنسبه للفي اف ار. يبقى تاني عشان المعلومة تثبت، قلنا ان الاي اف ار بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا منفعش نبص بره. وايه تاني؟ must look inside اللي هو الفلايت انسترومنتس. يعني لازم نبص جوه الطيارة، اللي هو يعني نبص في الفلايت انسترومنتس. والفي اف ار بيقول لنا ايه؟ can look outside and inside. يعني ايه؟ ممكن نبص بره وممكن نبص جوه. فدلوقتي تعالوا نقول تاني ال IFR وال VFR stands for ايه، عشان نحفظها مع بعض. اول حاجة قلنا ان ال IFR معناها ايه؟ Instrument Flight Rules. تمام؟ Instrument Flight Rules. ماشي؟ وال VFR معناها ايه؟ Visual Flight Rules. Visual يعني بتبص بعينك زي ما قلنا، تقدر تبص فيجوال يعني ممكن تبص بره. عندنا برضو ايه فيجوال ابروتش، زي فيجوال ابروتش دي نوع من الابروتش للمطار. دي برضو معناها ايه؟ نفس الحاجه، ممكن تبص بعينك وانت بتعمل لاندنج. عشان كلمه فيجوال دي معناها بالعين تقدر تبص على بره الطياره، في الشباك، من بره الشباك يعني. فقلنا ايه؟ في اف ار فيجوال فلايت رولز، اللي هي القوانين اللي تقدر الطيار يبص بيها، يا اما بره يا اما جوه، على حسب ايه؟ الويذر، على حسب الويذر. دي مهمه جدا. بس بكل بساطه هو ده الفرق ما بين الاي اف ار والفي اف ار في الطيران. وشكرا جدا انكم سمعتوا الفيديو النهارده. اتمنى انكم استفدتوا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، شير لاصحابكم والناس اللي بيحبوا الطيارات. بس كده، وشكرا جدا ومع السلامة.